السلام عليكم. اخباركم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ النهارده نتكلم حلقه عن الدروس الخصوصيه ومعاناه الاهالي يعني واولياء امور طلبه اللي بياخدوا دروس خصوصيه او في سناتر يعني. هو احنا هنتكلم المدرس تعال على نفسك شويه، الناس ظروفها صعبه جدا يعني. حضرتك هتقول ان انا كمان ظروفي صعبه، ماشي. ما هو انت اللي بتاخد منهم. هو حضرتك اكنهم بيشتروا منك سلعه، فخفف ضغط السلعه في تعليم الاطفال يعني. يعني حضرتك لو واحد عنده اتنين تلاته مش اقل من 5000 جنيه في الشهر، طب هو هيجيب منين؟ هيبيع؟ لا يعني انت برضه لازم الموضوع ده يا جماعه يبقى مهم للاساتذه بتاعت السناتر والدروس الخصوصيه. انت بعدين دلوقتي معظم الاساتذه يقول لك احنا ناخد اول الشهر. وانت اديت حاجه عشان تاخد فلوس يا عم؟ اتقي الله. هو حضرتك اديت حاجه؟ يعني انت هتاخد اول الشهر قبل ما تبتدي الدروس، قبل مع اول حصه. طب وانت لو مت هتعمل ايه؟ طيب لا، خد زي ما كان الناس زمان بيعملوا، بياخدوا اخر الشهر. هتقول عشان اضمن حقي وبتاع. يا عم لا اله الا الله، ما هو اللي مش هيديك هيروح فين من ربنا؟ هو انت لا اشتري اخره بدل ما على طول كله دنيا دنيا، اشتري دنيا واخره ويظبط الاطفال والشباب والبنات اللي بتاخد دروس خصوصيه. لان انت ما تعرفش، انا اب وعارف احنا بنعمل ايه، عشان احنا بنيجي على اكلنا وعلى شربنا وعلى كل شيء عشان عيال ياخدوا الدروس الخصوصيه. انت معايا؟ عشان او يخشوا سناتر. انا شايف ان بلدنا بتحاول تقلل السناتر. انا اتمنى يعني يشوفوا القرار ده يدرسوه، يقننوا السناتر يا جماعه، قننوا الحاجه وتبقى ليها سعر. يعني سنه اولى ليها سعر، سنه تانية وتبقوا زي التومين كده، تخشوا وتشوفوا الاسعار عامله ايه. وفي نفس الوقت خدوا الضرايب اللي انتوا عايزينها من المدرس، ما دام ربنا كرمه. يعني اقل واحد مثلا بيعمل له 50,000 دلوقتي ومش عاجبينه ويزودوا ويقول لك احنا انا ما اعرفش. كل واحد تجيب منه حاجه، يقول لك وانا هعمل ايه؟ ما الظروف عليا انا كمان. بتاع التوك توك تركب معاه الظروف عليا، بتاع التاكسي تركب معاه الظروف عليا. تطلع مش عارف تشتري ايه، تجري يقول لك ظروف عليا. وكل الناس عليها ظروف الا الناس المستهلكه اللي زي حالتنا. يعني كل الناس عليها ظروف الا احنا؟ لا، لازم نتقي الله يا جماعه وارحموا الاهالي شويه. والله الناس لو طالت تبيع لحمها هتبيع، يعني تبيع نفسيها هتبيع عشان عيالهم يتعلموا. فلازم يبقى الموضوع مقنن. اتمنى ان الدوله تقنن الموضوع دوت. اما الاهالي الله يعينها. لما كنا بناخد زمان كنا بناخد في الماده الصعبه جدا اللي مش فاهمينها. دلوقتي الشباب والبنات بياخدوا في كل حاجه. ليه؟ لان المدرس، خلي بالك برضو يا عم المدرس، ما هو انت لو بتشرح بطريقه في المدرسه وبتشرح بطريقه اسهل في الدرس ربنا يحاسبك. يعني لازم تشرح هنا زي ما بتشرح هنا، لان كده ربنا يحاسبك وممكن يبقى مكسبك في حرمانيه. فاظن لو رجعنا زي زمان للمدارس، المدرس يشرح بما يرضي الله ويتاكد ان الطلبه فهمت، ويسال على الدرس في اخر الحصه وكل الكلام دوت. واول ما يخش يسال مين اللي محضر. انا متهيألي لا، مش هنحتاج دروس خصوصيه كتير. او المدارس تعمل برضو زي زمان، تعمل هامش مبلغ صغير وتعمل دروس بعد الدراسه. درس مثلا ساعه الا ربع عربي، انجليزي، رياضه، ويكون مثلا ب 10 جنيه او بكده. يعني زي زمان كان ب 30 قرش و50 قرش ونص جنيه وجنيه دلوقتي. فالناس يا جماعه تعمل ايه؟ انا اعرف ناس والله ما بقتش تاكل عشان عيالها يتعلموا. طب انت هتحط في كرشك يا عم المدرس؟ ما شاء الله. انا والله انا بتكلم عن المدرسين الوحشين، لكن في مدرسين لا، عندهم رحمه وانسانيه. يعني بيعرفوا مثلا بيجي طفل يقول له انا مش قادر ادفع، ممكن يدفعوا نص الدرس، ممكن ما يدفعوش خالص. في ناس كتير كويسه، بس انا بتكلم على الاجمالي. لازم تعرف في ناس بتتحرج فبتبعت بعيالها الفلوس كلها وما بتقولش احنا ظروفنا كذا. طب الناس دي هتعمل ايه؟ ما هو برضه الظروف على الناس. ما هو احنا المستهلك يا جماعه. المستهلك دايما كل الناس تقول لك الظروف علينا. ايه الا المستهلك تيجي على دماغ امه. وبرضه بنربط بعيالنا ببناتنا وشبابنا اللي بيدرسوا ان هم يحاولوا المواد اللي هي ينفع تتحفظ في البيت ما ينزلوهاش. يعني رياضه، انجليزي، فيزياء، كيمياء، الحاجات دي ينزلوها. لكن الحاجات اللي تاريخ، جغرافيا، عربي، النحو، ماشي خدوا فيه. بس يعني نحاول. انا زمان كنت باخد رياضه مثلا، ما كنتش شاطر فيها، وكنت مش ناجح قوي في الحاجات التانية، بس كنت بنجح فيها. يعني لازم كده.
وبعدين الانسان الشاطر والكويس هو اللي هيذاكر وهيحفظ ويريح اهله. يا ابني ريح اهلك عشان يعرفوا يجيبوا لك لبس واكل وشرب، يعرفوا يجيبوا الدواء. يا عم المدرس، انا نسيت اقول لك، احنا ساعات ما بنجيبش ادويه عشان عيالنا ياخدوا الدرس. يعني الرحمه، يعني مش لازم حضرتك تعمل لك 100,000 جنيه و80,000 جنيه و70,000 جنيه كل شهر ولا اكنها تجاره. لا، التدريس دوت عامل زي الطب. الطب عامل زي الطب، اللي هو حاجه يعني لله بتتعمل يعني. مع السلامه يا جماعه، انا بحاول اتكلم واقول حاجات تخصنا كلنا يعني. مع السلامه.